جعفر شويه كابتن حسن شحات عايش اللحظه. لا لا طبعا، لا في اول للاسف يا سيف، طبعا في حاجات هو تويتر يعني المفروض اساسا معمول يعني يعني مش عشان هو يتاخد منه كل كلمه بتتكتب فيه تتنقل لاخبار على المواقع وكده، وطبعا ساعات الواحد بيكتب حاجات يعني كلها هزار وبتتنقل في المواقع يعني على انها اخبار يعني منقوله بشكل جدي عن الحقيقه بتاعتها يعني. لكن اغلبيه الحاجات اللي بتتكتب دي طبعا بتبقى هزار يعني. ميدو، يعني امبارح شفت طبعا لقاء الاهلي والزمالك، رايك ايه؟ يعني كل الناس بتقول ان الزمالك امبارح واضح ان هو جاي في الطريق، ظهر بمستوى ما كانش الناس متوقعه كده، شباب صغير بس قدوا مباراه كبيره، رايك ايه؟ رايي طبعا فرقه نادي الزمالك عملت ماتش كويس، وواضح ان الراجل فيرا يعني لمساته ابتدت تبان على الفرقه. الفرقه من الناحيه الدفاعيه كانت الديفنس ماسك نفسه كويس عن الماتشات اللي فاتت، ويمكن من احسن الماتشات اللي شفتها لفتح الله في اخر سنه او اخر سنتين، عمل ماتش كبير. والديفنس كله يعني الفرقه كلها يعني الحمد لله كانت كويسه. وطبعا محمد ابراهيم لما اتحط في ناحيه الشمال دي اعتقد ان هو ده احسن مركز يقدر يأدي فيه، لان هو محتاج وقت على الكوره. ولما فتح لبره ناحيه الشمال، ودي التعليمات من فيرا اللي انا عرفته، يعني الراجل عمل ماتش كبير جدا. وان شاء الله يعني يعني نادي الزمالك دلوقتي عندهم وقت ان هم يعملوا فتره اعداد، وان هم يلعبوا ماتشات وديه، وباذن الله لما الدوري يبدا يعني يكون نادي الزمالك اتجهز بشكل اكبر يعني. ميدو، رايك ايه في قضيه ابو تريكه والقضيه اللي اثارت من فتره وبعدين رجع دلوقتي النادي الاهلي وقع عقوبه على ابو تريكه والموضوع انتهى، ولسه في بعض اللاعبين زي الكابتن وائل جمعه قال الموضوع محتاج وقت، واحنا كان لنا وجهه نظر ان في عالم الاحتراف طالما ان انت غرمت فلوس الموضوع منتهي، رايك ايه؟ لا انا رايي طبعا ان يعني النادي الاهلي دايما بيتعامل مع مشاكله باحترافيه كبيره جدا، وهم اتعاملوا في مشكله ابو تريكه باحترافيه كبيره جدا، والناس عملوا عليه يعني غرامه كبيره ووقف لمده شهرين. واعتقد ان دي حاجه كافيه، يعني مش المفروض ان لما حد يغلط ايا كان اي حجم الغلط، ان بالذات لما يكون لعيب كبير بحجم ابو تريكه، ان الناس تبقى عايز تذبحه. وهو ده للاسف ان احنا عندنا في مصر لما حد بيعمل حاجه كويسه الناس كلها بتحاول تكبره زياده عن اللزوم وتحاول تقلهه في بعض الاوقات، ولما حد بيعمل غلطه الناس بتحاول تذبحه. فطبعا ابو تريكه لعيب كبير، وابو تريكه راجل عمل للنادي الاهلي والمنتخب مصر حاجات كتيره جدا، ومش معنى ان هو غلط غلطه ايا كانت ايه حجمها ان الناس تطالب بعقوبات اكتر من كده. يعني ده اعتقد ان دي عقوبات كافيه جدا. واللي باقي بقى دلوقتي علاقته بزمايله، ان اذا كان في زمايل ليه اكيد هيبقوا ممكن يبقوا زعلانين من الموقف ده. اعتقد ان علاقه ابو تريكه بيهم وعشره العمر السنين دي كلها دي تشفع ان كل حاجه في الفتره اللي جايه ترجع لمجاريها، ونشوف ابو تريكه تاني سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر باذن الله. ميدو، طالما اتكلمت عن الاحترافيه بقى هاخدك لملف نادي الزمالك. انا عارف ان انت ليك فلوس في نادي الزمالك، فلوس كتير، ادوا لك 150 ميعاد ما خدتش حاجه خالص، ابتدت الناس دلوقتي ما حدش بيقعد ما حدش بيرد، ومؤخرا كان في تصريحات يعني استاذ ممدوح عباس قال ان ميدو اكيد عنده طموح ان هو يبقى في مجلس اداره نادي الزمالك، ما ينفعش يروح يشتكي او ما ينفعش حتى لو له فلوس يطلب بيها لو هو عايز يبقى موجود في مجلس اداره نادي الزمالك في يوم من الايام، رايك ايه؟ والله يا سيف، انت عارف كل الداخليات اللي موجوده في مشكلتي بالنسبه للمستحقات مع نادي الزمالك. الناس كلها عارفه ان انا راجل عمري ما طلبت مستحقات ولا حاجه، لكن لما بيكون في حق نطلبه بنحاول ناخده اول حاجه بالطريقه الوديه، ويبقى لازم الناس يعني على الاقل تحترمنا. للاسف احنا الفتره اللي فاتت كلها يعني اخويا متواجد في مصر وانا من هنا بنتكلم في التليفون، بنحاول ان احنا ناخد ميعاد مع الناس ان احنا نقعد معاه لمده 4 شهور حتى يقولوا لنا هيدفعوا لنا فلوس امتى. الناس ما كانتش بترد، وبعد كده ردت. واللي هو صبري سراج قعد مع اخويا من اسبوعين واتفقوا معاه على مواعيد دفع الشيكات، وقالوا لنا ان احنا يعني حتى هناخد دلوقتي جزء بسيط جدا والباقي حتى هنقسمه او يعني هيبقى في تقسيط للمستحقات لمده سنه قدام. وقلنا مفيش مشكله عادي، يعني احنا مراعيين ظروف النادي، مفيش اي مشكله ناخد الفلوس ان شاء الله ناخدها بعد 2 3 بس يبقى في يعني اتفاق على جدوله المستحقات هتبقى امتى. لكن للاسف بعد كده جينا بعد ما الناس اتفقت على المواعيد وكل حاجه، لقينا ان الاستاذ ممدوح عباس طلع بيقول لا ارجعوا اتكلموا مع لجنه الكوره. فهل يا ترى شغله لجنه الكوره ان هي تحل المشاكل الفنيه، او ان هي يعني يبقى يعني مسؤوليتها فنيا اكتر في سواء في شراء لاعبين او سواء في التخطيط للفريق او تبقى همزه الوصل بين الجهاز وبين مجلس الاداره، ولا شغلتها ان هي تحل مشكله اللعيبه اللي ليها مستحقات؟
فالناس يعني زي ما انت كنت عايش معايا القصه، الناس بتتوهنا يمين شمال، وللاسف احنا مش لاقيين حتى حد يحترمنا ويقعد معانا ويقول لنا الدنيا ايه. واما طبعا عن الجزء بتاع الاستاذ ممدوح عباس بيقولوا ان ميدو ما يصحش ان هو يطلب بفلوسه او كذا وكذا، ده طبعا مبدأ غلط. ما فيش في الدنيا لعيب محترف وليه مستحقات، بالذات لعيب زي ان انا راجل سبت مستحقات قبل كده كتيره جدا لنادي الزمالك، ان هو يعني يتقال له ان انت مش من حقك حتى ان انت تطلب مستحقاتك. فاحنا هنفضل ورا المستحقات لغايه ما ان شاء الله نوصل لحل وربنا يسهل. ربنا يوفقك ان شاء الله يا ميدو، وربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله في الدوري الانجليزي، او ان شاء الله باذن الله تعود لمستواك وترجع تاني مصر فريق كبير او منتخب مصر. شكرا احمد حسام ميدو. هسيبكم بقى دلوقتي مع